النهارده يا جماعة هنتكلم على شخصيتين مهمين جدا في مركز أبو تشت وفرشوط، وهم النهارده متداولين في السوشيال ميديا ومتداولين برضك في الشارع البتشتي والشارع الفرشوطي. الشخصيتين دول هو سيادة النائب أحمد بيه الدربي وسيادة النائب عصام بركات. الشخصيتين دول هم حديث الشارع الآن. هيقدموا إيه فأبو تشت وفرشوط لو حلفهم الحظ ونجحوا؟ هيقدموا إيه للشارع البتشتي والشارع الفرشوطي أو لقرى أبو تشت وقرى فرشوط لو نجحوا؟ هيخدموا الناس، هيخدموا خدمات عامة، هيقدموا لو بتشت خدمات عامة، هيقدموا الفرشوط خدمات عامة، هيوقفوا مع الناس في مركز أبو تشت وفرشوط. بقولكم وعن حاجة ملتمسه شخصيا، هيقدموا المركز أبو تشت كتير، هيقدموا لمركز فرشوط كتير، هيقدموا خدمات في مركز أو قرى مركز أبو تشت وقرى مركز فرشوط. الجماعة جايين دول، الجماعة جايين على حب الناس. سيادة النائب أحمد بيه الدربي وسيادة النائب عصام بركات جايين على قبلية وحب الناس، جايين على المحبة، جايين على إنه دولة مش عامزين عملية قبيلة، هم الناس حباهم، هم الناس رغباهم. طب كلامك الشخصي يا بيومي ولا انت الحديد ديتي عشان عاوز تطلع بيه ترند وعاوز تشهر قدام الناس؟ لا، الحديث ديتي متداول في الشارع البتشتي والشارع الفرشوطي، وده على العامي. ان شاء الله سيادة النائب احمد به الدربي وسيادة النائب عصام بركات هيقدموا حاجة لمركز أبو تشت ومركز فرشوط، وهذكركم بالكلام ده إن شاء الله في حالة نجاحهم بفضل الله. تحياتي لكم، بيوم أبو العمدي.